تجهز بساعة أو لا نص ساعة بتجهز وكتير طيبة. وقفي شوي ما شاء الله. شو صدق عم بطلع هشة طريقة. لا هشة عندي مش هشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتم. أهلا وسهلا بالمشتركين الجداد، وأهلا وسهلا بالمشتركين اللي نوروني، وأهلا وسهلا بالمشتركين اللي بده ينوروا قناتكم قناة ملح وسكر. معكم إم هاني. اليوم وصفتنا سهلة وبسيطة وطيبة كتير كتير، هيك مع كاس شاي، مع كاس عصير اللي بتحبوا، مع فنجان قهوة، مع شو ما بتحبوا. أول شي عنا 4 بيضات. أنا رح نخفقهم، بس أول شي رح نكسرهم ونتأكد من سلامتهم إن ما فيهم شي. بيضة بعدين رح نضيف لهم أكيد فانيل، والفانيل ونخفقهم منيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا ما في داعي هون لخفاقة كهربائية أو شي، لا نحن هيك بالمضرب بنضربهم بإيدنا بيمشي الحال. بس هيك بدنا نحصل هيك على الرغوة شوي البيضة، وبعدين بنبلش كمان نخفق كاسة سكر مع ال4 بيضات. أكيد إذا في عندكم برش ليمون ما بيمنع الأمر أبدا نكهة كتير طيبة بيعطي، أو برش البرتقال. وهون تقريبا عندي 3/4 كوب الزيت، ما الكوب كامل، لا أقل من الكوب، يعني تقريبا 3/4. وهلا رح نخفق كمان ونرجع نخفق منيح. وهون عندي كوباية كولا أو مياه غازية. المياه الغازية شايفين صبايا كيف أنا ضفتها وعملت تفاعل. وكمان رح نضيف معلقة خل، أنا ضفتها كمان، هو ما في داعي لها بس ضفتها هيك أعطت هشاشة وبتضل هش الكيكة وطري. رح نحط شوي رشة ملح على الطحينات، وكبايتين طحين أنا عندي هون، نسيت ما قلت لكم، كبايتين طحين وظرف باكنج بودر. هلا ظرف الباكنج بودر أو خميرة الحلو حسب شو بسموها ببلدكم، نحن بنقلها باكنج بودر. هون رح نضيف طبعا الطحين أنا منخلته مرتين تقريبا، بدكم تقولوا صبايا منخلتهم، بس أنا هون على السرعة يعني ما في وقت فما صورته. مثل ما شايفين حبايبي، هون كمان رح نضل مستمرين بالخلط، بس بصفي يعني شوي أصعب من البداية كانت أسهل الخفق من هلا، بس كمان سهلة وطيبة كتير بنفس الوقت. هيك مع كاسة شاي، واللي بهالشوب هلقيني لا مع كاسة عصير أو فنجان قهوة أو شو ما بتحبوا انتو. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا صبايا أنا ما طولت بالخفق، يعني حوالي دقيقتين بس ما أكتر بعد ما ضفت الطحين، بس إني تأكدت إني انخلط الطحين مع كل المواد، يعني ما ضلت ولا حبة طحين مغلفة بالسوائل. يلا بسم الله. هون عنا الجار تاينينه نحن بشوية سمنة أو زبدة أو زيت، انتو شو بتحبوا، شو متوفر عندكم بالبيت فيكم تستعملوا. ورشيناه بحبة طحين مثل أي كيكة بنعملها. أكيد نحن محمايين الفرن على 180 درجة مئوية، كان هون من فوق ومن تحت. بس أنا وقت اللي بدي أحط الكيكة بالفرن أنا رح أشغل الفرن بس من تحت أول 3/4 ساعة. أنا فرني كتير ضعيف صبايا، بس مشان هالمعلومة ما تنسوا حسب كل فرن. أحيانا في فرن يعني قوي فما فينك تقولي 3/4 ساعة أبدا،
أحيانا بيحمل نص ساعة. يعني عرفتوا كيف صبايا؟ بقى حسب الفرن. أنا هون فرن ضعيف شوي على 180 درجة مئوية أول 3/4 الساعة من تحت، وربع الساعة الأخير شغلت الفرن من فوق. وهون عندي مربى الكرز فضفت لها هيك بس لحتى منظر أو زينة، بس نزلوا لتحت ما بينوا. يعني هلا بعد ما تنشوى ما راح يبينوا معنا لأني نزلوا لتحت. هو المفروض يكون المربى أول شي يعني من أنا وعم ضيفه نزلوا لتحت، المفروض كان يكون أخف من هيك. وبس هي المكونات كلياتها. ان شاء الله ما اكون نسيت شيء، انا متقدمه اني نسي يعني شيء، بس ان شاء الله كمان ما اكون نسي يعني شيء. وصفة سهلة وبسيطة هيك كتير بتحضر بدقايق، يعني ما بدها اي وقت. كان منظرهم لو بقيوا فوق احلى بكتير من اني ينزلوا لتحت. وهي النتيجة بعد ما شويناها. الساعة كاملة انا شويتها تقريبا صبايا، بس ما بقولكن حسب كل فرن شو بيتحمل، درجة حرارته شو بتتحمل. النتيجة النهائية ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم حبايبي ما تنسوني من اللايك، اشتراك، تعليق حلو، مشاركة حلوة مع اللي بتحبوهم، وتعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله وحفظه ورعايته.